والمسلسل الدرامي الأول من نوعه لهذا العام مسلسل أواب، المسلسل البديل عن مسلسل العاقبة، والذي يشارك فيه أبرز نجوم الدراما اليمنية للمخرج القدير عبد الرحمن دلاق، الذي أخرج العديد من المسلسلات اليمنية، وكان أبرزها مسلسل القريب بعيد، ومسلسل أبواب صنعاء، ومسلسل بعد الغياب. يشارك في هذا المسلسل العديد من فناني الدراما اليمنية، أبرزهم الفنان سلطان الجعدبي، الفنان عبد الرحمن الجوبي الذي حقق نجاح في شخصية أنيسة القوافية، الفنان عبد الناصر العراسي، الفنان طارق السفياني والذي حقق نجاح في شخصية عاصم في مسلسل العاقبة، الفنان اليوتيوبر أنور الشرفي، الفنان العائد إلى الساحة الدرامية بعد غياب العام الماضي أسعد الكامل، الفنان القدير عبد الكريم المتوكل، الفنان عادل سمنان، الفنان صالح المطري، الفنانة القديرة أمل إسماعيل، الفنانة ابتسام محمد، الفنانة مسار محمد. يتم تصوير هذا المسلسل في العاصمة صنعاء، ويتناول هذا المسلسل حسب معلوماتنا الحصرية قصة اجتماعية فريدة من نوعها، يحتوي على مشاهد أكشن تم تنفيذها بدقة واحتراف عالي، حيث تم تفجير حسب ما وردنا سيارتين، وهذا ما يجعل المسلسل الأكثر إثارة وواقعية. رجوة كارح كارح أبو أسد. يعرض هذا المسلسل على منصة العرض الأول وعرض أكثر على اليوتيوب. المسلسل من إنتاج مؤسسة الإمام الهادي الثقافية، وكما تشاهدونه على قناة المسيرة الفضائية. برأيكم هل سيتفوق مسلسل أواب في هذا الموسم على بقية المسلسلات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. رابط منصات العرض الأول وعرض أكثر في الوصف.